السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم محمود نصير ريسيرفوار انجينير، وبعرض لحضراتكم كورس خاص بالديناميك موديل باستخدام البتريل. ودوت بقى الجزء الثالث من الخطوة ال 12 الخاصة بالموديفيكيشنز. فهنبتدي كده بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نبدأ بمشيئة الله. طيب الخطوة اللي احنا ان شاء الله هنعملها في الفيديو دوت مش خطوة للبروجكت ده، يعني مش المسار اللي احنا خدناه من اول الكورس اللي احنا شغالين على موديل بحد ذاته علشان نوصل للهيستوري ماتش ونكمل بعد كده البريدكشن. ف اوريدي خلاص احنا قلنا هنكتفي بالخطوة ديت او بالكيس دي اللي احنا هنشتغل عليها بريدكشن، ولكن الخطوة دي احنا هنعملها علشان بس نعرف حاجة في الموديفيكيشن بشكل عام. تمام، هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة ان انا ازاي اعدل على بروبرتي من البروبرتيز ديت. وليكن على سبيل المثال هنمسك بيرم زد احنا عاوزين نعدل فيها بحيث اني هضرب البيرم زد ديت في 2 لكل الموديل، وعايز كده جزء معين ابقى اعمل له فلتر، وليكن الفلتر اللي احنا كنا عاملينه حوالين بير 31 دوت كان في الجريد فلتر هنا، وممكن نرجع للجزء بتاع الجريد فلترز عشان نفتكر ازاي عملناه. فسي مثلا ان الجزء دوت بس بعد ما اضرب البيرم زد في 2 للموديل كله، انا عاوز اضرب البيرم زد حوالين البير دوت في 3، يعني كأني بضربها 6 اضعاف يعني. ليه الخطوة دي هنعملها؟ علشان زي ما قلت بشكل عام لو حضرتك عايز تعدل في اي حاجة في البروبرتيز هنا نعرف ازاي نعملها. تمام، طيب هنعمل بقى الكلام ده ازاي؟ في طريقتين علشان نعمل الكلام ده. الطريقة الاولانية اللي انا همسك البروبرتي نفسها اللي هو البيرم زد واكبيرها، اعمل بيرم زد 2 مثلا واعدل في البيرم زد 2، يعني اخلي البيرم زد 2 ديت هي مضروبه في 2 وفي 3 في الجزء دوت. طيب الطريقه الثانيه اللي انا هعمل موديفيكيشن كده على جنب زي ما مشيت اللي ما هنشوف، من غير ما اغير او من غير ما اعدل حاجه في البروبرتيز هنا، يعني من غير ما اغير في البروبرتيز، ولكن هحتفظ بالموديفيكيشن بتاعتها على جنب. فدي هنشوفها ان شاء الله. فهنبتدي بالطريقه الاولانيه اللي انا همسك البيرم زد في الاول، اقف عليها كده وادوس كنترول سي، وبعد كده ادوس كنترول في، هتعمل الكوبي اوف بيرم زد، هكليك عليها كليك يمين، ادوس السيتنجز، في الانفو اغير الاسم بتاعها، خليها شيل كده دي واخليها بيرم زد 2، اقول له يا عم اوكي تمام. هاجي بقى في البيرم زد 2 في الكالكوليتور اعمل كل اللي انا عايزه، يعني هاجي كده كليك يمين اهو وادوس الكالكوليتور، وزي ما قلنا ان ممكن اقف على اي بروبرتي تانية وادوس الكالكوليتور، يعني مش شرط البروبرتي اللي انا عايز اغيرها. هختار من تحت البيرم زد 2 واقول له ان دي بتساوي ايه. هقول له ان ديت انا عايز اضرب في 2 في، هي عبارة عن البيرم زد الاساسية بس مضروبة في 2 للموديل كله، وادوس انتر. ايه اللي حصل؟ اللي حصل دلوقتي ان البيرم زد 2 بقت هي قيمة البيرم زد ولكن مضروبة في 2 للموديل ككل. طيب احنا قلنا بقى اللي انا عاوز اجي عند الفلتر ده واضرب البيرم زد 2 في 3، يعني كأني بضرب البيرم زد الاولانية في كام؟ كأني بضربها في 6. هنعملها ازاي؟ هقول له ان البيرم زد 2 هتساوي قدامي حاجة من 2 بقى، يا اما اكتب البيرم زد دي بتساوي البيرم زد اللي هي الاساسية في 6 وهعمل فلتر زي ما هنشوف، او اللي انا هقول له البيرم زد 2 القيمة بتاعتها هي عبارة عن البيرم زد 2 الأخيرة اللي موجودة عندي كقيم ولكن هضربها في 3. طب الكلام ده لمين؟ الكلام ده للفلتر ده، صح؟ أنا عايزها بس في ديت بيرم زد 2 نفسها تضرب في 3، فهعمل علامة الفلتر وأقول له انتر، فخلاص هي كده اتعملت للفلتر بس دوت. طيب نراجع بقى الموضوع دوت. قال له أنا نفتح
شكرا كده للكالكوليتر. تمام، خلونا نفتح ويندو هنا 3D ويندو جديدة اهي، وهعمل كليك يمين دوس نيو فيرتيكال تاب جروب. في ديت هعرض البرم زد الأساسية، وفي دي هعرض البرم زد 2 اللي أنا عدلت عليه. وزي ما قلنا علشان الاتنين كده خلي شكلهم يبقى مع بعض، أعمل لينك في موضوع الكاميرا علشان الاتنين يبقوا عندي واحد. أغير بس ديت أخليها برضو كده الإضاءة كويسة، ونحط في دي الآبار برضو بتاعتنا. طيب احنا عاوزين ايه بقى؟ سوري معلش، عايزين نشوف مقارنة القيم نفسها بتاعت البرم زد، وليكن مثلا هنقف على اي سيل، ولتكن السيل اللي هي الاخيرة في الموديل عندي كده هنا دي. فدي القيمة بتاعتها بتاعت البرم زد الاساسية بكام؟ موجودة عندي الفاليو اهي 1.057، ولو جينا على دي عليها 2 اتضربت ديت القيمة دي اتضربت في 2، فحققنا المعادلة ان البرم زد 2 هتساوي البرم زد في 2 للموديل ككل. فلو وقفت على اي سيل هلاقي ان دي ضعف دي. طيب هنعمل بقى تشيك على الجزء اللي احنا ضربناه تاني في 3، او ضربنا البرم زد دي في 6. فهاجي على الجزء اللي حوالين البير ده، زي مثلا السيل اللي تحتيه على طول، القيمة الأساسية بتاعتها كانت ب4، الفاليو اهي ب4، وفي دي هلاقيها ب24. فهي اوريدي ان البرم زد اتضربت في 6. فزي ما قلت لحضراتكم في طريقة الكالكوليتر، اما اجيب البرم زد واضربها في 6 واعمل الفلتر، او اللي انا اجيب البرم زد 2 اللي هي اوريدي خلاص بقى اتفعلت ان هي بقت ضعف البرم زد، واقول له اضرب لي بقى البرم زد 2 في الحتة دي كمان في 3، فكأنه جاب البرم زد وضربها في 6. خلاص، يبقى انا كده عملت تعديل على البرم زد زي ما احنا عاوزين، ولكن بطريقة الكالكوليتر اللي انا عملت بروبرتي موجودة جديدة خالص. طيب انا عاوز بقى ادخل التعديل دوت في رن السيميوليشن، ولتكن رن السيميوليشن جديدة اللي احنا يعني اساسا مش هنرنها، بس قلت عشان نعرف ازاي نعمل الموديفيكيشن دي. حاجة هنا بقى في اما من سيميوليشن واقول له ديفاين كيس، و هاجي مثلا في الأخيرة ديت أنا عاوز أعمل كيس جديدة هسميها أي اسم ترايل مثلا، وهاجي بقى بالنسبة للجريد كل اللي هعمله اللي أنا هدخل القيمة الجديدة للبرم زد 2 دي مكان البرم زد، وأبلاي ورن. فبالتالي الرنة الجديدة أو الكيس الجديدة ديت هتبقى واخدة التعديل اللي أنا عملته للبرم زد دوت. قيس على ده اي حاجه انت حضرتك بقى عايز تعملها في البروبرتيز اللي موجوده هنا، يعني عايز سواء البروستي، عايز البرم اكس، عايز برم واي، عايز اي حاجه ممكن تدخل على الكالكوليتر الاول تكبرها وتدخل على الكالكوليتر وتعمل التعديلات اللي حضرتك عايزها فيها. طيب مشكله ده ايه؟ مشكله دوت ان هو بيلعب لك الدنيا في البروبرتيز اللي موجوده هنا، يعني مش مستحب بصراحه وانت شغال على جريد في حد ذاتها. خلاص انت اوريدي وزعت البروستي وزعت البرمابيليتي والكلام دوت، فانت برضو الترايلز اللي انت بتعملها في حاجات انت في انسرتينتي فيها، في حاجات انت شاكك فيها. فسي مثلا لو انت ما عندكش اساسا مش واخد كور، او ما عندكش داتا كور كافيه اللي انت تتاكد مثلا في حاجه زي موضوع البيرم مثلا، فحضرتك هتحتاج تعمل تعديلات. سيبنا من حته الاي اتش ام دلوقتي عشان قلنا دوت الموضوع سيمبل قوي، ولكن انت هتعمل مثلا تعديلات بايدك، فهتعمل تعديل وتشوف بعد كده الماتش ضبط معاك ولا لا، وترجع تاني تعمل. فعشان ما تقعدش تعمل تعديلات ويبقى عندك البروبرتيز هنا معكوكه او الدنيا كتير او ملعبكه وممكن تتلخفن انت مع الوقت، فالطريقه التانيه هتبقى اسهل. طيب نشوف بقى الطريقه التانيه هتتعمل ازاي. الطريقه التانيه نفس الكلام برضه، انا عاوز اعمل البرم زد اضربها في 2 وفي الجزء دوت اضربها يعتبر في 6، بس من غير ما اجي ناحيه البرم زد ديت او اللي انا العب فيها، خليها زي ما هي. طب نعملها ازاي؟ بنروح على السيميوليشن ونختار الجريد بروبرتي موديفيكيشن. في ديت بقى هو بيفتح موديفاير ست، بيقول لي انت عاوز تعدل ايه او عايز تغير ايه او عاوز تعمل ايه. ففي هنا
هقول له اد بروبرتي موديفاير، واجي على دي زي ما شايفين كده هو كاتب لي ايكويشن، يعني عامل لي كده ايكويشن كمثال بيقول لي البروستي بتساوي 1 في البروستي، وهاجي هنا اختار الايكويشن اللي انا عايزها. يعني مثلا الواي بتساوي a بلس x، لو انا عاوز الواي ديت بروبرتي ودي بروبرتي تانية ممكن تبقى هي نفسها، بس انا عاوز ازود عليها رقم. يعني وليكن مثلا البرميابيليتي انا عايز اخليها بتساوي 3 زائد ازودها مثلا عن طريق الجمع او عن طريق الضرب، او اللي انا اخلي قيمتين متساويين مع بعض. فبتختار الايكويشن هنا وفقا انت عايز تعمل ايه. ففي المثال بتاعنا هقول له ان الواي بتساوي a في x. هو بيقول لي بقى ايه البروبرتي بتاعت الواي ديت، هقول له والله دي هي عباره عن البرم زد. اكتب كده اكتب كده برم زد، واجيبها لي هنا اللي هي البرمابيلتي كي البرم زد. طيب هتساوي كام؟ انا عايز اخليها تتضرب في 2 للموديل كله. طب تتضرب في 2 في كام؟ في البرم زد نفسها. انا عاوز البرم زد نفسها اللي انت هتاخدها لي في ايه، عاوز البرم زد نفسها تتضرب في 2 للموديل كله. خلاص، وهعمل هنا كده ابلاي. طب وعايز ايه تاني؟ طب ما انا عايز كمان ان البرم زد نفسها تتضرب في 3 في الجزء ده للفلتر ده، صح؟ او تتضرب يعني في 6 للجزء دوت. فهاجي هنا واقول له اد بروبرتي برضو، واختار الايكويشن اللي هي y بتساوي a في x، وفي دي هختار برم زد اهي هتساوي 3 في برم زد. طب الكلام ده لمين؟ للفلتر. انا هستخدم فلتر بقى، الفلتر اللي هو ده بتاع الريجن فلتر دوت. هقف عليه كده، اختار الاول البروبرتي دي واقف على ده واقول له اد فلتر لدي. طب ايه هو اللي هيعمله دلوقتي؟ هو هياخد في الرنه نفسيها البرم زد دي اللي انا هدخلها. انا هدخل بقى في الرنه ان شاء الله لما نيجي نعملها سيميوليشن هدخل برم زد عادي خالص، وهدخل الموديفيكيشن دي بحيث ان هو هيجي هيضرب البرم زد دي في 2 للبروجكت كله، وبعد كده هيمسك البرم زد دي يضربها في 3 بعد ما كان ضربها في 2 للفلتر ده زي ما هنشوف. يبقى انا عملت التعديل بتاعي. طب انت انا بوضح دي ان انا ليه ما ضربتش البرم زد هنا في 6. هو هنا مش هيتعامل مع كموديفيكيشن، هو اوريدي هيطبق الموديفيكيشن الاولانيه، فلما يطبق الموديفيكيشن الاولانيه هيضرب البرم زد كلها في 2، وبعد كده هيطبق الموديفيكيشن الثانيه على الموديفيكيشن الاولانيه ان هيضرب الجزء دوت في 3. طب هنشوف بقى دي ازاي. انا كده خلاص حطيت الايكويشنز بتاعتي وهقول له ابلاي، هقول له اوكي. الموديفاير سيت دي اتسيفت فين؟ في الموديلز هنا اهو تحت البروبرتيز خالص، تحت الفلتر هلاقي فيه موجود موديفاير سيت 1 دي اللي احنا لسه عاملينها. طيب هعمل بقى ايه؟ انا عاوز اعمل رن سيميوليشن. هاجي هنا في الديفاين كيس واختار الرن مثلا الاخيره اللي انا هعمل عليها واقول كرييت نيو، هقول له مثلا دي ترايل اندرسكور بيرم بزد 2. وهاجي هنا كده عشان افتكر نرن الرنة دي بيرم زد في 2. وهاجي هنا بقى بالنسبة للجريد هخلي البيرم زد زي ما هي، او البرمابيلتي كي هي البيرم زد اللي احنا واخدينها بتاعت الموديل نفسيها، وهزود هنا بقى في الاخر كده هزود رو في الاخر واقول له دوت حط لي فيه الموديفاير سيت اللي انا عملتها. اول ما ادخلها هو هيبقى عارف ان دي حاجه موديفيكيشن على لحاجه فوق، فهو هيعمل لينك ما بين الموديفيكيشن دي وما بين البيرم زد
لما يجي يرن، وبقيه الفانكشن وبقيه الاستراتيجي زي ما هي في الموديل بتاعنا. وهقول له دي ابلاي، فهو اوريدي كده خلاص سايفها هنا، وهدوس رن، وهوقف دلوقتي التسجيل ونرجع لما يخلص بمشيئة الله. طيب الرنة بتاعتنا كده خلصت، هندوس اوكي، وهنفتح كده في الويندوز هنا، نفتح 3D ويندو اللي كنا فاتحينها، نعمل كده علشان هنقارن بين حاجتين. هنقارن ما بين، انا عايز اقارن بقى دلوقتي ما بين البرم زد هنا الاساسيه اللي احنا خدناها اوريدي في الرنه بتاعتنا اللي هي دي، وديت بقى مش هقارن برم زد 2 لان انا ما استخدمتهاش. انا هقارن، هجيب الريزلتس بتاعت الرنه دي، وهجيب، هقف هنا كده على الاستاتيك واجيب برم زد. طيب هنقارن كده ما بين الاتنين دول. زي ما قلنا بقى هنقف مثلا على اي سيل كده، ولتكن السيل الاخيره دي البرم زد اللي هي موجوده في الكابابيلتي، موجوده في الموديل ذات نفسه، الفاليو بتاعتها 1. ولو جينا لهنا هلاقي ان الفاليو بتاعتها 2.1، يعني اوريدي البرم زد الاساسيه هو طبق عليها الموديفيكيشن الاولانيه ككل الموديل ضربها في 2. طب يا ترى الجزء اللي احنا عملنا له بقى فلتر حوالين البير 31 دوت، هنا كده نزوم عند البير ده اللي هو نفسه دوت، ونشوف القيم كام. فهلاقي القيمة هنا الأساسية كانت دي 4، هلاقيها هنا القيمة 24، يعني هو البرم الزد الأساسية طبق عليها في الموديفاير ست، طبق الموديفيكيشن الأولانية اللي هو ضربها في 2، وبعد كده طبق في الفلتر دوت ضرب الموديفيكيشن اللي هو طبقها دي كمان في 3، يعني كانوا ضرب الأساسية خالص في 6 دوت. ميزته ان انا ما جيتش خالص ناحيه البروبرتي اللي موجوده عندي اللي هو البرمابيلتي، ولكن جبت في الموديفاير ست عدلت القيم دي، يعني ضربتها في 2 وضربتها في 3. طب ما ظبطتش معايا، هقدر ارجع للجريد بروبرتي موديفيكيشن واجيب الموديفاير ست 1 اللي انا عملتها دي، وهمسك ديت، اما اغير القيمه ديت او اغير الايكويشن زي ما انا عايز، وادوس جاست ادوس ابلاي، واروح هناك ارن تاني، هيطبق التغييرات اللي انا بعملها من غير ما اجي خالص ناحيه اي خاصيه انا عاوز اساسيه موجوده عندي انا عايز اغيرها. زي ما قلت ان الكلام دوت في الموديفاير ست دوت او الجريد بروبرتي موديفيكيشن اقدر اطبقها على اي حاجه موجوده عندي في الموديل هنا من غير ما اغير فيها من الكالكوليتر، بس جاست موديفيكيشن بدخلها على الكيس اللي انا برنها. احنا كده بفضل الله خلصنا موضوع الموديفيكيشنز. طيب والحاجة الأخيرة بقى اللي عايز أقولها بخصوص الموضوع دوت، إن زي ما شفنا كده في الفيديوهات اللي فاتت، إن أول حاجة حضرتك تعملها قبل ما حتى تبتدي ترن السيميوليشن أثناء مرحلة بناء الموديل أو قبل بناء الموديل كمان، اللي أنت تعمل QC كويس جدا على الداتا اللي حضرتك مدخلها، علشان ما تبقاش دي فيها uncertainty. يعني الداتا الانبوت هي الحاجة الوحيدة اللي أنت المفروض تبقى واثق فيها وأنت مدخلها في الموديل. فزي ما شفنا كده وقلت لحضرتك اللي كانت المشكله او اللي عملت مس ماتش يعني واقعيا في الموديل دوت، ان الداتا بتاعت الووتر انجكشن مش صح، ان الداتا مش سليمه. فبالتالي لو في الاكشوال بقى الداتا بتاعت حضرتك فيها مشكله، وبعد ما تعمل سيموليشن وما تلاقيش ماتش وتبتدي ترجع يعني هتبقى مشكله كبيره جدا. فاول حاجه ان حضرتك بتعمل QC كويس جدا على الداتا اللي حضرتك مدخلها. تاني حاجة بعد ما نخلص الرنة ونشوف الريزلت ونعمل موضوع الماتش، أول ما حضرتك تلاقي إن الماتش مش تمام، قبل ما تفكر في موضوع الريسيرفوار نفسه، تشوف الخطوات اللي حضرتك عملتها في حاجة زي الاستراتيجيز. لما شفنا موضوع الليميت اللي احنا عملناه، فلازم يعني قبل ما نشك حتى في الريسيرفوار او ديت حاجه تعديل في البروبرتيز، لازم نشوف الخطوات نراجعها كويس اللي احنا عملناها قبل كده، ومن خلال حتى الريزلتس نفسها لما بنعرضها احنا اكتشفنا ان كانت في مشكله في الاستراتيجي من خلال عرضنا الموضوع، لو حضراتكم فاكرين في الفيديو تقريبا التاني.
في موضوع البريشر، ان البريشر بيجي عند حته ويثبت خالص، فعرفنا ان ديت كده احنا عملنا مشكله في الليميت فرجعنا عدلناها. تمام. طيب اخر حاجه بقى، انا خلاص واثق من الداتا، واثق من الخطوات اللي انا عملتها، يبقى الموضوع كله بقى في كموديفيكيشن في الموديل نفسه او في البروبرتيز بتاعت الموديل نفسها. ما اجيش كده بسهوله واضرب البرميابيلتي مثلا، او اضرب البروستي، او اغير في حاجه رياليستيك في الريسيرفوار. لازم ادرس الريسيرفوار بتاعي كويس، اعمل كذا انترسكشن عشان اقدر افهم حركه الفلويد ما بين الزونز، او ما بين الابار اللي موجوده بيبقى شكلها عامل ازاي. الميه لما تيجي مثلا تضرب، طب يا ترى الميه ضربت ديت نتيجه الانجكشن ولا نتيجه الووتر الفورميشن؟ فلازم نفهم الموديل بتاعنا كويس قوي قبل ما احط موضوع الموديفيكيشنز اللي محتاجه تتعمل. هي مش فكره اللي انا اخد ماتش وخلاص، ولكن الفكره اللي انا اخد ماتش كويس وانا محافظ على الواقعيه بتاعه الخزان بتاعي. كده خلصنا خلاص موضوع الموديفيكيشن، وهتبقى لنا بعد كده البريدكشن اللي هنبتدي فيه من اول الفيديو اللي جاي ان شاء الله. ارجو كده تكون المواضيع ديت واضحه عند حضراتكم، واشوف حضراتكم في الفيديو اللي جاي بمشيئه الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.